السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هواة غزة النادري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الجزء الثاني للرحله ديالي لمدينتي شفشاون واقشور. بالنسبه للجزء الاول غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكيف العاده اللي عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك، اشتراك القناه، وكذلك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. فرجه ممتعه. يقع إقليم شفشاون في أقصى شمال المغرب على سلسلة جبال الريف، يحده شمالا البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا إقليمي وزان وتونات، وشرقا إقليم الحسيمة، وغربا إقليمي تطوان والعرائش. وكينتمي الإقليم جهويا إلى جهة تطوان طنجة، وتبلغ مساحته 4350 كيلومتر مربع. الاسم الأصلي ديال مدينة شفشاون هو الشاون، أي القرون بالأمازيغية، وتم التأسيس ديالها على يد علي بن راشد سنة 1471، وسميت بالمدينة الزرقاء لأن كل شيء موجود فيها بالأزرق، مساجد، جدران، بيوت، أعمدة، كل شيء بالأزرق. كيف ما كتشوفوا هاد الساحة هي ساحة توت الحمام، وهي ساحة عمومية بالمدينة العتيقة. كانت في الأول عبارة عن مقر لسوق أسبوعي، وتحولت الوظيفة ديالها دابا ولات ساحة سياحية بها مقاهي ومطاعم ومحلات لبيع المنتوجات المحلية، بها كذلك نافورة والمسجد الأعظم وكذلك القصبة. من أكثر الأحياء الشعبية وأقدمها هنا في مدينة فشاون كاين حي السويقة وحي القصبة العتيقة، وكذلك كاين حي الصبانين اللي كنلقاو فيه الكثير من الحرفيين والصناع التقليديين، اللي كيقدموا لنا العديد من الحرف اليدوية، ومن أهمها الملابس الصوفية والبطانيات المنسوجة والزرابي كذلك. وحنا في طريقنا لدار المنانة كيف ما كتشوفوا كنلقاو سوق للحرف والصناعات المحلية. وكيف ما كتشوفوا هذه هي الدار اللي مثلوا فيها المسلسل المغربي بنات لاله منانه، اللي لقى شعبيه كبيره عند المغاربه. الى هنا تنتهي الرحله ديالنا لمدينتي شفشاون واقشور. نتلاقاو في رحله قادمه ومدينه اخرى ان شاء الله. وبهذه المناسبه كنوجه الشكر الجزيل لاجونس اجنسا فرو ترافل على هذه الرحله، وكنتمنى لهم التوفيق والاستمراريه. وكذلك كنشكر المرافق اللي كان معنا المهدي اللي كان في مستوى عالي. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وكيف العاده الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك واشتراك القناه، وكذلك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.